هم يضحك وهم يبكي. في ناس بتضحك ومبسوطة وفي ناس بتبكي على وجايعها. ويمكن اللقاء اللي شفتوه مع حضراتكم كان مع الرئيس السابق، يعني على هامش احد المشروعات وافتتاحه لاحدى قرى الظهير الصحراوي اللي كانت من ضمن البرنامج الانتخابي اللي كنا بنناقش برضه مشكلتها منذ قليل. نعود بكم اعزائي المشاهدين الفقرة الرئيسية او الاساسية الثانية في هذه الحلقة، وهي الخاصة ب الجدل السياسي الحالي في مصر، وهو ما يدور حول مواصفات الرئيس القادم وما يريده الشعب في من يترأسه في المرحلة القادمة. أيضا البرلمان ومجلس الشعب ومجلس الشورى والصورة التي ينبغي أن يكون عليها البرلمان المصري. أيضا هيكلة أو الشكل العام للانتخابات، هل نرضى لها أن تسير بنفس الصور السابقة أم أنه لابد من تعديل قوانين الانتخابات ولجان الانتخابات، ومسألة أيضا تشكيل الأحزاب ولجنة شؤون الأحزاب والطوارئ وحالة الطوارئ. كل هذه الموضوعات سوف نناقشها مع ضيفنا الأستاذ وائل رفعت المحامي من خلال دراسة أكاديمية قانونية وآراء يعني توصل إليها بعد هذه الدراسة في هذه المحاور التي ذكرناها. أهلا بحضرتك معنا أستاذ وائل. أستاذ وائل، يعني طبعا بدأت حملات الرئاسة وبدأت بعض الأشخاص تعلن عن نفسها، ويمكن هنا أسوان استقبلت بالأمس السيد عمرو موسى مرشح الرئاسة رئاسة الجمهورية في أولى جولاتها الانتخابية، وأيضا هناك كثير من المرشحين الآخرين في محافظات مختلفة. لكن سؤال عام، يعني ما هي المواصفات التي يجب أن تكون أو الشروط في رئيس الجمهورية السابق بغض النظر عن الأسماء المطروحة على الساحة؟ رئيس الجمهورية القادم بقى مش السابق، القادم. لا، المواصفات السابق دي معروفة. الأول أنا سعيد بحضوري مع حضرتك. الله يخليك. احنا الدراسة دي هي اتعملت بشكل شخصي باجتهاد شخصي، وفي عدد كبير من السادة الزملاء المحامين لهم الفضل في المراجعة للتصور اللي وصلنا له، التصور الكامل دوا. ودي دراسة احنا عملناها خدنا عليها اثبات تاريخ في الشهر العقاري ونزلناها على المواقع الالكترونية عديدة مختلفة. احنا الغرض منها في المقام الاول هو انها تكون وسيلة او تكون سبب في التطوير في المرحلة المقبلة في مصر، لان المرحلة السياسية او الحياة السياسية اللي احنا داخلين عليها او الحياة النيابية هتبقى اصل القوام الحقيقي للتطور اللي هيتبعه بعد كده تغيير شامل ومرحلة بناء جادة على مستوى الوطن ككل. تمام. لو اتكلمنا في المواصفات بتاعة رئيس الجمهورية المنتظرة، احنا بنقول ان هناك عدد من المواصفات لابد ان تكون موجود. احنا عايزين اولا في الفترة اللي جاية شخص استثنائي، شخص اولا يكون لديه كاريزما، يستطيع ان يستقطب بقلوب الناس وعقولهم بشكل حقيقي، يمتلك كاريزما في الخطاب، لديه خطاب سياسي مغاير. خطاب سياسي مغاير عن ذي قبل عن الخطاب السياسي كان خلال ال30 السنة اللي فاتت. خطاب سياسي واضح المعالم، محدد الاهداف، يستطيع به من خلال كاريزمته وشخصيته وتأثيره عند الناس، يستطيع به ان يكون هذا الخطاب هو الدافع للعمل، الدافع للبناء، لان المرحلة القادمة زي ما اتفقنا هي مرحلة جد، مرحلة بناء لا يمكن ان يتوارى او يتأخر تحت اي ظرف من الظروف. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا عايزين شخص يكون يؤمن بأن حكم الفرد خلال الفترة اللي فاتت، خلال ال60 سنة اللي فاتت ضيع هذه الأمة، بل ان ال30 سنة الأخيرة أكدت أن حكم الفرد قد دمر هذه الأمة تدمير كامل. احنا مش عايزين حكم الفرد، مش عايزين شخص يتصور أنه إله، مش عايزين شخص يتصور أنه صاحب الموقف الوحيد وصاحب القرار الوحيد. وده كان السبب في جزء كبير جدا من طرح هذه الرؤية نتيجة الوجود العجز التشريعي او العجز في نظام مؤسسات الدولة، سواء بالنسبة للمجالس الشعبية او المحلية او في مسألة ادارة العملية الانتخابية وخلافه. ان يكون هذا الشخص مؤمن ولديه قناعة ان الوطن بأمته بجوانحه بأقطابه بفئاته بكل ما فيه هو كتلة واحدة لا يمكن ان تتجزأ، بمعنى أن يكون مقتنعا قناعة تامة أنه لا يمكن أن يجوز هناك تفرقة ما بين المسلمين والمسيحيين، لا يمكن الفصل ما بين التأثير النوبي أو النوبيين وبين البدو الموجودين المهمشين سواء في الصحراء الشرقية أو في الصحراء الغربية أو في سيناء. لابد أن يؤمن أن المجتمع المصري ككل
كل مصر بكل طوائفها وفئاتها يجب ان توضع في بوتقة واحدة، وان تكون هذه البوتقة كل يعمل في مجاله، مع ان يأخذ كل حقه ويلتزم بأداء واجبه في ظل قانون مؤسس وفي ظل دستور قائم يحترم الجميع عليه مجموعة من الاتفاقيات. هي الجزئية دي استاذ وائل هي الجزئية الهامة، يعني بمعنى احنا نسعى الى الدور المؤسسي ليس قائما على الافراد، بمعنى احنا تعودنا انه حتى على مستوى المدير لاي مؤسسة او بالزبط. الوزير او الرئيس كل شيء بيتغير نظرا لتغير الفرد بالزبط. والشخص ولرؤيته ولفكرته. يعني حتى في مواصفات رئيس الجمهورية القادم يعني لا تعنينا ان هو بشخصيته هيضيف شيء او يحذف شيء، بقدر ما هو يعني في اليات وفي ثوابت معينه تم الاتفاق عليها، هو امين على تنفيذ هذه الاليات فقط. اذا اتفقنا في هذا ونحن متفقين حتى الان، اذا اتفقنا في هذا يبقى لازم نقول ان انا عايز شخص في المواصفات اللي انا بحددها دي 1 2 3 4 وهي رؤيه تقبل الاتفاق او الاختلاف حواليها، مع ان احنا بنقول ان انا هذا الشخص بهذه المواصفات هو اللي هيبتدي يعمل دولة المؤسسات بالتعاون مع ابناء هذا المجتمع. عملت دولة المؤسسات او انت خلال ال5 سنين القادمة في اول حكمك او ال4 سنين القادمة في اول حكمك انشأت لي دولة المؤسسات وعملت لي دولة المؤسسات، انا بقول لك متشكر جدا، الدولة بعد كده هتعرف سكتها وتاخد مصر. احنا كنا دايما وابدا خلال الفترة اللي فاتت بنردد ونقول احنا دولة مؤسسات دولة مؤسسات، لكن على الاطلاق لم نكن دولة مؤسسات ولم تعرف سكة المؤسسات مقياسا حقيقي. يعني الولايات المتحدة والدولة لما نيجي نشوف مثلا نيجي يقول لك خلال ال30 سنة في 6 رؤساء جمهوريات تغيروا في امريكا، بداية من ريجان وبوش الاب وبوش الابن وكلينتون لما تيجي تبص ان السياسه الامريكيه ثابته، لان في مؤسسات هي اللي بتدير هذه السياسه. تيجي المؤسسات دي، انا عندي مؤسسه التلفزيون مثلا، والله انا عندي وائل هو الموجود على القائم على هذه المؤسسه، بالتبعيه وبالخبره، وان هناك مؤسسه هي التي تختار يجي بعد كده نقول لا والله ده الاستاذ عبد الله هو اللي هيتولى المساله. الاستاذ عبد الله بيطور في المؤسسه بابداعاته الشخصيه وبفكره، لكنه لا يستطيع ان يغير في العمل المنهجي هذه المؤسسه. هي دي الثوابت اللي لازم نتفق عليها. الجزء الاخير، الجزء الثاني في ان يكون الشخص القادم يؤمن ايمانا قويا بان مصر دولة لها سيادة، زي ما موجود في الدستور مبدأ سيادة الأمة. مصر دولة لها سيادة، مصر ما تاخدش إملاءات من أحد، مصر من هنا ورايح ما تاخدش برنامج أو أجندة أو سياسة لأي ما كان هذا الشخص تطبقها وتنفذها. مصر دولة كبيرة، مصر دولة إقليمية مؤثرة، مصر دولة دولية لها تأثير قوي، والأحداث اللي فاتت أكدت عرفتنا قيمة إيه القيمة بتاعتنا اللي احنا كنا بنقراها في التاريخ وما كناش بنعرفها. يبقى الشخص القادم يجب أن يكون يؤمن أن مبدأ سيادة الأمة وأن القرار هو للشعب، أن القرار لهذه الأمة، احنا ما بناخدش سياسة من أحد، ما بناخدش إملاءات من أحد، يكون له تصور واضح ومحدد، منهج، انا معايا دراسة، معايا خطة، معايا برنامج بطرحه على الشعب عند بدء الترشح للانتخاب. بقول يعني انا ليا تحفظ على كتير جدا من الناس المترشحة ان مفيش برنامج واضح حتى الان نقدر نقول ان الشخص الفلاني قدم برنامج يقول لي والله انا في ال5 سنين برنامجي 1 هعمل كذا في الدستور، 2 هعمل كذا في المؤسسات الدولة، 3. المفروض هذا البرنامج يطرح ويتم تقديمه خلال 5 سنوات او ال4 سنوات الاولى اللي انت هتشتغل فيهم انت بتنفذ هذا البرنامج. البرنامج ده لازم يبقى عنده حاجتين: اولا اعادة الثقة ما بين مؤسسات الدولة والمواطن البسيط في الشارع. انا بقيت افقد ثقتي في مؤسسات الدولة كلها على الاطلاق، وبقول دي مؤسسات مليانة فساد، مليانة رشوة، مليانة 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 مليانة. انا عايز بقى الشخص اللي يعيد عنده تصور فكري وقانوني ان يقدر يعيد لاحترام هذه المؤسسات لذاتها حتى تعود هيبة الدولة ويعود الاحترام الحقيقي للدولة وتعود الدولة كمؤسسات. احد اهم اسباب ثورة 25 يناير انهيار الدولة، ان ما بقاش في دولة خلاص. بقت كل الاحداث اللي قبل الثورة خلال ال5 سنوات الاخيرة بتؤكد قطع جزمي ان ما فيش دولة بتراعي مصالح افراد، هي موجودة عصابة بتراعي مجموعة لمصالح مافيا معينة بتخدم عليها، بدليل ان يعني اي واحد عليه مصلحة في اي مؤسسة من مؤسسات الدولة قبل ما يتحرك ويروح لازم يتصل يشوف مين الواسطة، مين الموظف اللي يعرفه، ما تعرفش حد هناك كده يعني. صحيح. وبالتالي فقد الثقة انه يروح في سيستم معين، في نظام، في حق، في عدل، تطبق عليه الاجراءات. بالظبط، هو ده الاصل.
هو ده الاصل في الدوله. يعني احنا لما بننظر لمؤسسات الدوله في بعض الدول اللي احنا لينا تحفظات او لينا اختلاف في الوجهات السياسيه بيننا وبين امريكا او انجلترا او فرنسا او الاتحاد الاوروبي مجموعا معايا، هتلاقي حضرتك هناك في هذه الدول انت بتروح اي مؤسسه انت راجل مواطن، لك احترامك ولك ادميتك. انا بخش هذه المؤسسه ليا احترامي وليا ادميتي، تخش تلاقي الموظف بيبتسم في وشك، بيلبي لك طلباتك في حدود القانون بلا تجاوز وبلا يعني بلا تقصير ولا يعطيك اكثر من حق. بالظبط في حدود القانون. وفي نفس الوقت من غير ان انا بحسسك ان انا بعمل لك الخدمه دي. انا في بعض الجهات لما تروح انت بتقضي تطلع شهاده ميلاد لابنك ولا تعمل وثيقه بس تحس ان انت بتروح ان الموظف بيقضي لك الخدمه كما لو كان هذا من وكرم مني عليك. هذا لا يمكن ان يحدث النهارده. ويهددك يقول لك انا كان ممكن طب روح مالكش حاجه. بالظبط ولف بقى انت في دايره مفرغه لغايه لما تدور لك على واسطه وتدور لك على كل ده. يجب ان يكون في اخذا في الاعتبار في شخصيه، يكون واحد عنده هذا التصور، مر بالمراحل دي، شاف الواقع ده تحت شكله ازاي، علشان يقدر يجي يقول لا والله انا ممكن اعمل 1 2 3 4. يبقى هو ده اللي احنا بننشده واللي احنا بنأمله حتى نصل الى تغيير حقيقي ان شاء الله باذن الله في المجتمع. واهم من هذا كله في مواصفات رئيس الجمهوريه العدل. يعني برضه لابد ان يكون يتسم بالعدل، لانه هي القيمه الاساسيه في كل شيء هي العدل. وحضرتك رجل قانون يعني تستشعر بالفعل قيمه هذا المبدا. حضرتك بتقول كلمه العدل، قلتها انت رميت في قلبي وذهني شيء مهم جدا. العدل هو قوام اي دوله في العالم. يعني حتى في ان الله ينصر الامه الكافره حتى لو كانت عادله. يعني ينصر الامه العادله ولو كانت كافره. انا اسف. ما هي نفس المعنى. نفس المعنى. ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا النهارده امه ضاعت فيها ابسط قواعد العدل في الحقوق والواجبات. يبقى انا النهارده هنتظر ان الامه دي ممكن انها تنتصر؟ ادي المقال 30 سنه من الخراب، 30 سنه من الدمار، 30 سنه من الانهيار، 30 سنه من يا اخي ده انا افسدت حتى النفس البشريه. انا الكلام ده كنا بنتناقش فيه مع احد الزملاء. النفس البشريه خلال ال 30 سنه، وما افسدش مؤسسات الدوله بس هو وعصابته، ده افسد النفس البشريه في الداخل، دمر حتى النفس البشريه. نفسنا احنا كلنا بقينا في هواجس. ما يحدث الان على السطح السياسي وما يبدو من صراعات ما بين طوائف المجتمع هي مش صراعات، لكن انت النهارده كل الناس كنت حاططها في وضاغط عليها، ومره واحده ده اتفتح، طلع بقى كل التيارات وطلع كل الاتجاهات وكل الافكار وكله بيزعق عايز صوته يوصل، لانه كان محروم. وبالتالي حدث ما يحدث الان على السطح من ان هناك، لكن هي مش مساله صراعات بقدر ما هي ان انت في حاله كبت وفقدان. فقدك اسلوبك في التحاور، فقدك اسلوبك في ان انت ازاي اختلف مع اساسيات غابت عننا كثيرا طبعا، ولا بد حتى نؤسس هذه الاساسيات مره اخرى نحتاج الى وقت. يعني عايز وقت، لكنه مش وقت كبير. لو جه شخص زي ما بقول لحضرتك عنده القدره ويمتلك الرؤيه في التصورات اللي احنا بنقولها، وعنده مشاريع جاده وبناءه وعاجله، والله اقسم بالله وهذا يمين انا اتحمله امام الله قبل اي حد، ان احنا ممكن خلال 5 سنوات تكون مصر دوله عظمى، او على الاقل دوله تستعيد مكانتها وقيمتها في المنطقه. انا النهارده لو احترمت المواطن عندي واديت للمواطن حقه عندي، بالتالي هكسب احترام العالم كله، وهاعود كما كنت قوة حقيقية الكل يخشاها والكل يعمل لها ألف حساب. طيب أستاذ وائل، يعني هي إشكالية أنا أرى أن أمثلها بإشكالية تقول لك الفرخة أولا ولا البيضة قبل التاني. جميل، اتفضل. هنا حتى يكون هذا الشخص الرئيس بهذه المواصفات لابد أن يختاره الشعب. تمام. والشعب على كثرته لن يستطيع، ولذلك لهذا الشعب لابد أن يكون له يكون له ممثلون فيما يسمون بنواب هذا الشعب. هؤلاء الممثلون أو هؤلاء النواب يعني هم الذين يختارون بعد ذلك هذا الرئيس، وهم الذين يراقبون أداءه. أيهما يعني من يختار من؟ الرئيس إذا بالفعل احنا الرئيس إذا ولد بهذه المواصفات هو يستطيع أن يفرز لنا نواب حقيقيين يعبرون عن هذا الشعب، أم أنه إذا وجد النواب الحقيقيين هم الذين يستطيعون أن يفرزوا لنا رئيسا بهذه المواصفات؟ كلام جميل. في البداية احنا بنقول ان اختيار الرئيس لا يكون من خلال مجلس الشعب، اختيار الرئيس بيكون من خلال إرادة الشعب، الإرادة الشعبية، الشعب هو اللي بيختار رئيسه. تمام. لكن إذا كان هذا الرئيس
عنده اراده سياسيه. لان احنا للاسف اتعلمنا ان في الفتره الاخيره، لان احنا زي ما اتفقنا احنا ما زلنا دوله بنيت على الفكر، على الافراد، لكن ما بنيتش على فكر المؤسسي. فانت محتاج وقت في مساله الوصول لفكر المؤسسات. اذا كان هذا الرئيس يمتلك اراده سياسيه حقيقيه وقويه، واستطاع ان يعدل في تصور مجلس الشعب ومجلس الشورى، استطاع ان يضع قوانين بمساعدة القانونيين وأساتذة الجامعات والمتخصصين في المجالات المختلفة، استطاع أن يحدد الملامح لشكل الدولة، يستطيع أن تأتي بمجلس شعب قوي فعال ومؤثر يحقق بالفعل تطوير للحياة السياسية والنيابية في مصر. فهي المسألة تحتاج إرادة سياسية منه أنا كشخص. حضرتك موجود في عمل سعادتك بترأس هذا القطاع، حضرتك إذا موجود النهاردة وعندك إرادة سياسية جواك وعندك رؤية وتصور، تستطيع أن تخرج خلفك 3 4 5 مذيع قوي، مذيع ناجح، مذيع متحدث، مذيع له كاريزما، مذيع بيبقى عندك بدائل. لكن النهارده لو حضرتك انت اهملت المسألة وتركتها كده انت وشايف ان مصلحتك ان اللي حواليك يبقوا ضعاف، يبقى انت بالتالي المسألة هتبقى في تدهور من السيء الى الاسوء. فهي المسألة تحتاج الى ارادة سياسية من الرئيس القادم حتى يمكن ان نصنع مجلس شعب حقيقي ومحترم ومتطور. يعني وربما نخشى انه الرئيس القادم حتى يضمن لنفسه برضه هو يظل هو الاقوى وهو الاكثر سيطرة والاكثر سطوة، يساعد هذا لانه يكون نواب الشعب يكونوا ضعفاء زي ما كان. هي فكره واطراحها جيده من سعادتك، لكنها في الفتره القادمه تبدو شبه مستحيله. لان اللي حصل في 25 يناير وما يحدث الان من تحقيقات وما يحدث الان من احاله للقضاء ومحاكمات وما يحدث الان من ان الناس كلها بتتكلم على فساد وعلى شخص معين، اعتقد ان الرئيس القادم سوف يضع ذلك في اعتباره، بل مش مرة واحدة 1000 مرة. لان انا النهاردة مش ممكن هاجي اتعامل النهاردة في ظل التجربة السابقة دي وهاجي اقول لا ده انا هعمل نفس الفكر او نفس الاسلوب، مستحيل. وبعدين انا دلوقتي بقى في عندي تصور لتعديل الدستور وان المسألة ما بقتش ابدية. المسألة بقى فيها جزء من الحساب والرقابة هو دي الفكرة اللي اسس عليها هذا المشروع، ان احنا بنقول ان مفيش حد النهاردة يظل في مكانه ابدا مخلدا، مفيش حد في مكانه النهاردة يعمل بدون رقابة. فكرة ان احنا نعمل شبكة رقابية الكل يراقب بعضه بعضا في ظل القانون بلا تعارض. يبقى انا عندي اجهزة رقابية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الرقابة الادارية، الكسب غير المشروع، مجلس الشعب نفسه لازم يبقى له دور رقابي حقيقي وقوي. يعني احنا في التصور بتاعنا الجديد بالنسبة لمجلس الشعب احنا حاطين ان احنا المفروض مجلس الشعب على مستوى الجمهورية يصبح اعضاء هذا المجلس 1000 عضو على مستوى الجمهورية، يتضاعف يعني عن السابقين. بالظبط. مسألة 544 دي والتعيين لا، احنا عايزين 1000 عضو على مستوى الجمهورية. في الوقت نفسه انا هلغي مجلس الشورى وعندي اسباب الالغاء اللي هوضحها لسعادتك. 1000 عضو على مستوى الجمهورية، اعتقد ان 85 مليون ولا 87 مليون لما تيجي حضرتك تبص ال1000 عضو فيهم يبقى العدد بالنسبة لك مش محصل نص في المية من اجمالي تعداد السكان. فهي نسبة مقبولة ومعقولة. هذه التجربة احنا في حالتنا احنا يعني في البحث اللي تم ده، التجربة الديمقراطية في الهند تتماثل او تتشابه في جزء كبير جدا مع واقعنا، سواء مع الاطياف او الاتجاهات او الاختلاف في التعدد او مع الكثافة السكانية. الهند عندها تجربة ديمقراطية مماثلة، كل فئات المجتمع بالكامل بتمثل. احنا في تصورنا احنا لا مش هنلغي نسبة العمال والفلاحين، احنا بنقول لا هنحددها. انا عايز 5% عمال بس يكونوا عمال حقيقيين من المصانع. مش النهارده عشان يجي الاستاذ عبد الله يجي عشان عايز يخش عنده كام فدان يدخل فلاح، يخش فلاح او يجيب لي صياغه. لا انا عايز 5% عمال حقيقيين، 5% فلاحين حقيقيين، 5% بالنسبه للمراه، عايز 10% بالنسبه للشباب. احنا بنتكلم دلوقتي في المقاعد 5% يعني 50 مقعد 50 مقعد 50 مقعد، 10% للشباب من سن 28 لغايه 34، يبقى انا كده عندي 250 مقعد. 250 مقعد انا مثلت كل فئات المجتمع وما حرمتش كل طوائف المجتمع.
عندي 2% او 20 عضو دول هيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهوريه. دول يمثلوا ايه؟ رئيس الجمهوريه مش هيعينهم بقى عشان خاطر مدى ولاء الاستاذ عبد الله الانصاري ليه او ولاء التوازنات بالظبط. التوازنات بمعنى ايه؟ انا هاجي اقول والله انا عندي المسيحيين، هاجي ابص بعد 980 عضو نجحوا بقى معايا 20، هاجي اقول والله لا ده انا هجيب مسيحي ارثوذكسي ومسيحي كاثوليكي ومسيحي بروتستانتي، هجيب انجليين، هجيب واحد من كل هيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهوريه في مجلس الشعب، هجيب واحد نوبي فاجيكي، واحد نوبي كنزي، اجيبه ادخله مجلس الشعب، هجيب من بدو شمال سيناء او جنوب سيناء او من السلوم، المناطق حلايب وشلاتين، المناطق اللي هي بعيده ومحرومه وما كانش ليها تمثيل. يبقى انا في الاخر ال1000 عضو دول وصلت بيهم ان انا اصبح عندي كل طوائف المجتمع المصري بلا استثناء وبلا اقصاء ممثله في مجلس الشعب. اصبح الجميع يشترك في صنع القرار السياسي. تمام. اصبح الجميع يشترك في صنع القرار السياسي، وبالتالي انا نزاعات العنصريه او نزاعات التفرقه اللي كانت بتحصل يقول لك لا اصل النوبيين لهم مشكله، البدو ليهم مشكله، المسيحيين لهم، لا انا كده صهرت الجميع ودخلته في البوتقه بتاعه صنع القرار السياسي، واصبح الجميع يشارك في صنع القرار السياسي بلا استثناء. مفيش حد خلاص ما بيشاركش، مفيش حد بيتم اقصائه، الكل يدخل ويشارك، الكل صاحب قرار. لينا توجه برضو اخر ان يبقى في 5% من المؤهلات المتوسطه والفوق المتوسطه اللي هو الدبلومات والمؤهلات فوق المتوسطه، المعاهد المتوسطه، لكن احنا عايزين النسبه الاكبر ان تكون من المتعلمين. وافتكر ان بالتوصيف ده ان مصر مش هتعجز عن انها تجيب لها 700 واحد 800 واحد من المتعلمين مؤهلات عليا. ليه؟ لان الدور الرقابي الحقيقي او الدور الاساسي لعضو مجلس الشعب مش ان انا اروح اجيب لحضرتك شقه او ان انا اعين ابن حضرتك او ان انت تجيلي تجيب لي طلب تقول لي لا ده انا اخويا ما توظف. ده مش دور مجلس الشعب، ده دور اعضاء مجالس الشعبيه والمحليه. دور مجلس الشعب الحقيقي هو رقابه الجهات التنفيذيه، هو سن القوانين والتشريع. فما ينفعش اجي اجيب 50% من العمال والفلاحين زي ما كان بيحصل، يجي فتحي سرور يبقى موجود في المجلس ياخد القرار موافقه وهو مش عارف اصلا هو وافق على ايه، التاثير القانوني ليه ايه، التصور اللي ممكن ياثر في قراره او في قانونه او في مشروع قانونه اللي هو خده ده ايه. ده طبعا امر مرفوض رفضا كليا شكلا وموضوعا. وبالتالي يعني ده هذا يؤكد لنا استاذ وائل رفعت كما تحدثت عن الشكل العام لمجلس الشعب، مواصفات الخاصة بمن يرشح نفسه لهذا المجلس. جميل جميل. دي جزئية مهمة جدا، حتى علشان لو انا عايز ارشح نفسي ابص هل تنطبق هذه المواصفات عليا ولا لا، لو ما تنطبقش عليا يبقى خلاص تمام. مفيش داعي ان ناخد هذا الموضوع. احنا دلوقتي في الفترة اللي جاية بنقول ان المواصفات اللي مطلوبة في من يرشح نفسه لمجلس الشعب، اولا الا يكون سبق من ذي قبل انضمامه لحزب الوطني افسد او دمر الحياة السياسية بالكامل خلال ال30 سنة الاخيرة، ان ما يكونش ليه ما اشتركش في اي شيء من اشكال الفساد في المؤسسات العامة او الخاصة او على المستوى الشخصي، ان يكون هذا الشخص حاصل على مؤهل زي ما بنقول حضرتك كده مؤهل عالي، ان يكون هذا الشخص يمتلك رؤية وتصور في الحياة السياسية في الحياة النيابية. انا ما يعنينيش فكرة العصبية والقبلية على قد ما هي موجودة ومنتشرة في الصعيد وهي قوام الانتخاب في الصعيد، بس بنقول ايه، ان انا النهاردة ما تجيش انت تختار اسوأ واحد في قبيلتك او اسوأ واحد في عشيرتك لمجرد انه معاه فلوس او لمجرد ان الحزب الفلاني كان بيسانده او وتقول لي هو ده الممثل بتاعي. لا، انا بقول لك يا اخي اختار ابرز واحد في قبيلتك. تعالى انا عندي الاستاذ عبد الله هو المميز في قبيلتي، راجل متعلم، راجل محترم، معليش فيه خلاف، معليش اختار ابرز واحد في قبيلتي، اختار ابرز شخصيه عندي في قبيلتي، اختار المثقف، اختار المتعلم، اختار المتحدث، اختار من له تصور وله رؤيه، مش اختار انا هيديني فلوس قد ايه. كل دي امور لابد ان تدرك. طب انا هتوقف مع جزئيه، يعني حضرتك بتقول الا يكون قد سبق له الانضمام او الا يكون منضم للحزب الوطني الذي تم حله. طب الحزب الوطني يعني ليس كل من هم اعضاء فيه يمكن ان نتهمهم بالفساد، ربما هناك اعضاء كانوا سابقين في الحزب الوطني يعارضون سياسه الحزب الوطني وبالتالي كانوا مهمشين، يعني حتى في الفترات السابقه كانوا مهمشين. يعني لماذا لا تعطى الفرصه لمثل هذه النوعيه من هؤلاء اللي هم ما كانوش ظاهرين وما كانوش فاعلين، ربما لان افكارهم كانت افكار معتدله، ولكن طبعا لان كانت الغلبه اكلمك كلام بصراحه استاذ عبد الله، بس ما تزعلش مني. انا لا هتكلم كلام بصراحه وكلام. خلينا نتفق على فكره، ده ما حصلش في مصر بس، ده انا يعني انا هدي حضرتك وقائع تاريخيه
وهتكلم على المستوى المحلي. المستوى المحلي مفيش حد للاسف الشديد انضم لهذا الحزب الا لما كان ليه مصلحه شخصيه يسعى من وراءه التحقيق. حتى اللي هو يعني اللي كان بيدور له على شقه، بيدور له على حته ارض، بيدور له على تعيين حد قريبه، اللي كان وراه مصلحه شخصيه لا يعلمها الا الله في نفسه. دي نقطه. انا معاك ان في البعض منهم، وانا اعرف ناس منهم تمتلك فكر محترم وما شاركتش في حاجه، لكن مجرد النهارده ان انت اشتركت او ان انت انضميت وانت كان عندك تصور يا استاذ عبد الله، ده لغايه النهارده بيحاربوا الثوره، لغايه النهارده بيتآمروا على الثوره. ما هو مين اللي بيحارب ويتآمر؟ اللي بيحارب ويتآمر هو الذي كان مستفيدا ويحقق نفعا ما قبل الثوره. تمام. قيام الثوره يعني قطع عنه هذا النفع وهذه الاستفاده، واستمرار الثوره لا يرجى لا يرجى انه هيعود الى سابق امجاده. وبالتالي بيحاربها طبعا. ده على المستوى على المستوى بقى العالمي او على المستوى التاريخي. سعادتك في جزئيتين، انا هاخد مثالين قريبين قوي. مثال لما حدث في جنوب افريقيا في التفرقه العنصريه بعد ما طلع نيلسون مانديلا وتم القضاء على التفرقه العنصريه. كل اعضاء الحزب الحاكم اللي كانوا منضمين في هذا الحزب تم صدور قرار بتجميد نشاطهم، واحنا يا جماعه انتوا افراد في المجتمع، شكر الله سعيكم، متشكرين، بارك الله فيكم، اركنوا ادوا الفرصه لغيركم بقى، انتوا افسدتوا ودمرتوا وخربتوا الدنيا، اركنوا. ده واحد. اتنين، الثوره الرومانيه، لان اللي يتامل في الثوره الرومانيه في 88 سنه 1988 ومحاكمه تشاوشسكو وتم اعدام تشاوشسكو وزوجته في ميدان عام في رومانيا، مصر راحه في هذا المقال. مصر راحه في هذا المقال. مصر حتى الان تتشابه في كتير جدا من احداث الثوره بتاعتها، هي تفوقت في جزء كبير جدا على الثوره الرومانيه وتفوقت على كل الثورات في العالم، لكن مصر في المقال فيما بعد الثوره تخطو خطوات مسرعه على طريق الثوره الرومانيه حول محاكمه النظام ومحاكمه قياداته و ايا ما كان الحكم. احنا مش في صدد هذا، لكن بعد ما صدر الكلام ده جت رومانيا راحت قالت للحزب اللي كان حاكم موجود في رومانيا، قالت لهم برضو انتوا متشكرين، انتوا عملتوا اللي عملتوه، خربتوا اللي خربتوه، احنا حاسبنا الفاسدين فيكم والناس المحترمه فيكم افراد في المجتمع، اظهر بقى انت نشاطك وتعامل في المجتمع وبين ان انت فعلا راجل لك حب حقيقي لهذا المجتمع ولا حقيقي لهذا المجتمع، وسيب الايام والسنين الجايه تخلي الناس تشاور عليك وتقول لك لا احنا عايزين فلان، ما تفرضش نفسك. لكن دلوقتي فرض النفس لا، يبقى انت لازم يتم ان اسبانيا نفسها حصل فيها نفس الكلام. الثوره الفرنسيه قعدت 10 سنين، عشان كده انا بقول للناس برضو من خلال حضراتكم احنا مش عايزين نقلق، عايزين نبص على الثوره بعين الحرص وبعين الاهتمام ونحافظ عليها، لكن مش عايزين نقلق لما هو قادم. الثوره الفرنسيه قعدت 10 سنين كان فيها مذابح، كان فيها محاسبات، المقاصي الموجوده في الشوارع والميادين العامه بتحاكم كل النظام الصغير منهم الكبير. ده ما حصلش عندنا في مصر وان شاء الله مش هيحصل، لان احنا نمتلك فكرا ونمتلك عقيده ونمتلك رؤيه، لكن في نفس الوقت احنا بنقول ان احنا لازم يبقى في الفتره اللي جايه انت تشكر، بارك الله فيك، انت شفت الفساد وسكت عليه، شفت الفساد وحاولت ان انت بمعطياتك ان انت قلت كنت بتعارض جوه الحزب لكن ما قدرتش تحقق حاجه، بنقول لك اتفضل اقعد على جنب، اشتغل في المجال الخدمي والعام من خلال الجمعيات الاهليه، من خلال ده من خلال ده من خلال ده، وسيب الناس تفرض انت بشغلك وبعملك وبارادتك وبتصوراتك، سيب الناس هي اللي تشاور عليك بكل اصابعها وتقول لا الراجل ده بجد راجل محترم، هو ده اللي احنا عايزينه، حتى لو كنت والله مع الاسف يا استاذ وائل، ودي يعني عن تجربه بعيشها بالفعل في المجتمع هنا، مش هنعمم يعني، ما زال النواب السابقون لديهم امال، دي حقيقه، امال تراودهم بانهم سوف يعني هم يعني يرشحون انفسهم مره اخرى، وايضا الذين دخلوا الانتخابات السابقه ولم يوفقوا يعني حتى يا ريت هذه الامال يريدون تحقيقها باسلوب محترم، باسلوب عصر مغاير، يعني بتغيير الفكر، لا بنفس الاسلوب القديم. يعني بنجدهم حاليا في واجبات العزاء، في المناسبات وفي الليالي وفي الاحتفاليات العامه بنفس الطريقه القديمه، يروحوا ويسلموا على الناس ويواسوهم وظاهرين كده وكأن شيئا لم يكن، وكل واحد بيمني نفسه على ان الناس يقول لك والله الناس عايزاني، الناس طلباني، الناس مش عارف هي بتقول لي انزل ورشح نفسك. ما هو ايه، هو مش عارف خايف اقول كلام يعني سامحني في اللي انا هقوله. هو ظل طول عمره وطول حياته يتجرع من كأس مذاقه سكر، فضل طول عمره عايش في هذا الوهم،
وفضل طول عمره حط في دماغه لا ده انا بتيجي عشيرتي او قبيلتي الناس تختارني منها يبقى انا الناس كلها عايزاني، او 3-4 من المنتفعين، 3-4 من المنتفعين. الله يفتح على حضرتك. لا انت سيادتك انت كذا كذا كذا. فاصبح هو متصور، وكان بيستند يا اما للمال يا اما للعصبيه يا اما للتزوير علشان خاطر يجي، وكان يفرض على الناس. الناس الان ومصر الان وحكايه التصويت بالبطاقه الشخصيه معايا، المسألة دي فتحت آفاق وأطروحات غير موجودة من قبل. مفيش حد هيقدر النهاردة يتآمر ويتلاعب تاني على المصريين. المصريين شعب ذكي شديد الدهاء، يستطيع أن يحدد ايه هو اللي ممكن يعمله وايه اللي ما يعملوش. الناس كلها وضحت قدامه. انا دائما وابدا بقول ان مصر كلها اتحطت في غربال زي بتاع المحاجر معايا. الغربال ده عمال بينخل. الغث سوف يسقط والسمين سوف يبقى. لا بس خلي بالك، فكرة الغربلة اللي بيسقط هو اللي احنا عايزينه. يعني اي مكانت احنا بس واللي فوق ده بنرميه. المهم احنا عايزين السمين هو اللي احنا عايزينه. المهم الغربلة دي مهمة جدا بالظبط. واللي هيعمل الغربلة دي هو الرجل الشارع، يعني هو برضو المواطن. يعني احنا عايزين برضو يكون يعني نحس ان احنا برضو في تغير، ان احنا لا يمكن باي حال من الاحوال هنعود الى لا ان شاء الله مش هيحصل ابدا تحت اي ظرف. يعني لا يفكر اي عضو سابق ثبت بالفعل وكان بيشار اليه ان هو نجح بالتزوير بالظبط، يرجع تاني وتاخذ الجرأة انه ممكن يرشح نفسه مرة تانية. موظف سبق انه كان بيرتشي وانه يرجع مرة اخرى لهذا الفعل او يبرر هذا الفعل، لانه ما فيش حد لن يرضى احد بهذا الموضوع. طيب استاذ وائل، تحدثنا عن مجلس الشورى ما بين الاستمرار والإلغاء، وذكرت حضرتك ان البديل انه تضم مقاعده لمقاعد مجلس الشعب وتظل في حاجة كمان. احنا في تصورنا برضو، انت طبعا هيبقى 1000 مكان. احنا في تصورنا ان مجلس الشعب القديم المقر بتاعه القديم اللي موجود في الازغلي ده، المكان القديم ده يتحول الى متحف كبير للحياة السياسية والنيابية في مصر منذ سنة 1882 ساعة الاحتلال الانجليزي، وما حدث من شكل من اشكال الحياة السياسية والنيابية يتحول هذا المكان الى متحف. مجلس الشورى يتحول الى متحف لاحداث الثورات التي حصلت في مصر، ويكون في جزء كبير جدا على غرار بانوراما 6 اكتوبر اللي تمت، ان يبقى في نظام بانوراما لاحداث الثوره المصريه، ويتعمل بقى في المحافظات الجديده او المدن الجديده عشان انقل الكثافه وانقل. مجلس الشعب الجديد المنتظر اللي هو هيسع 1000 واحد بتصور جديد تماما، يتعمل في احدى المدن الجديده، يبقى هو ده المكان اللي هتمارس فيه الحياه السياسيه والنيابيه في مصر. يعني على اساس برضو نحس برضو بتغيير، بالظبط، يعني التغيير في الفكر وفي المكان، وتتيح فرصة انك تعمر مناطق اخرى وتستفيد منها. بالظبط. طيب ننتقل لجزئية اخرى وهي التصور لحالة الطوارئ، وهناك خلط. واحد يسأل انا كنت حضرتك الله هو مش قانون الطوارئ لغوه، تمام، يعني ايه معنى الحديث عن حالة الطوارئ؟ حضرتك تذكر ان هناك فرق ما بين حالة الطوارئ وما بين قانون الطوارئ. حالة الطوارئ في فرق، حتى كثير من المثقفين عندهم هذا الخلط. في فرق ما بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ. المادة 148 من دستور 71 اللي هو المنحل حاليا بتقول ان رئيس الجمهورية عليه اعلان حالة الطوارئ. حالة الطوارئ او قانون الطوارئ، حالة الطوارئ هي حالة مرتبطة ب5 اشكال، يا اما وقوع حرب، يا اما وقوع كارثة تهدد المجتمع، يا اما وجود اضرابات عامة، يا اما وجود انتشار لاحد الاوبئة او امراض، او وجود حالة او ما يشبه التهديد بالحرب من احد الدول الاجنبية. يبقى انا عندي 5 حالات. 5 حالات دول لو موجودين او احداهما موجودة يبقى المفروض ان احنا هنعلن حالة الطوارئ. بالظبط، يبقى دي هي حالات الطوارئ. لكن هو في النظام القديم فضل خلال ال30 سنة معيشنا في قانون الطوارئ عشان ما كان يمنح لضباط الشرطة من امتيازات، وما كان يمنح للسلطة التنفيذية من امتيازات تقبض على حال الوطن وتكبح كل الحريات وكل الحقوق في المجتمع. احنا في ال30 سنة الأخيرة على فكرة من 81 لغاية اللحظات دي ما كانش عندنا حالة طوارئ حقيقية يمكن ان انا انفذها زي ما قال القانون. لكن القانون الطوارئ ده قانون موجود زيه زي القانون الاجراءات، زي العقوبات، زي القانون المدني، كله زي اي قانون. انا دلوقتي هقول قانون العقوبات اللي موجود ده قانون الطوارئ، انا مش هلغيه، هذا القانون موجود، ده كتاب هاخده هحطه في المكتبه وهركنه في المكتبه دلوقتي. لا قدر الله اذا حدث لمصر احدى الحالات المنصوص عليها،
انا هنزل هذا القانون وابتدي اطبقه وابتدي افعل. ده فرق ما بين حاله الطوارئ وما بين قانون الطوارئ. لا يعني قانون الطوارئ يعني بيكون مرتبط بحاله الطوارئ، تعلن حاله الطوارئ ويطبق على اثرها قانون الطوارئ. ما فيش حاله طوارئ، ما فيش حاله طوارئ، يبقى انا المفروض اليومين دول هم دول اليومين اللي هو انفلات امني دول اليومين اللي ينطبق عليهم حاله الطوارئ. معايا من المفروض يعني. من المفروض. لكن احنا بنقول ان احنا حاله الطوارئ في 30 سنه اللي فاتت ما كانش في حاله طوارئ حقيقيه طبقا لما هو واضح في ظل القانون، لكن هي كانت استثناء. ولا اي شيء من الحاجات دي. احنا بنقول بقى كمان ايه في التصور بتاع او في الاعداد بتاع هذا المشروع. انا حاله الطوارئ في التصور القديم كان بنقول بنفس النص كده سعادتك، بيقول رئيس الجمهوريه يعلن حاله الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ويشترط ضروره عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال 15 يوم من التالية ليقرر ما يراه بشأنها. ده المادة 148 من دستور 71. احنا بنقول لا، في تصورنا في التعديل قانون الطوارئ خلاص رئيس الجمهورية شاف ان في حالة من حالة الطوارئ، عشان يجي يطبق قانون الطوارئ احنا بنقول له حاطين في هذا التصور لا، تعالى يا سعادة رئيس الجمهورية خد موافقة نصف اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لان هي الناس دي اللي هتبقى ايديها في النار وعارفه فعلا اذا كان في حاله طوارئ ولا لا. خد موافقه نصف اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، لان هو اللي هيطبق هذا القانون وهيفصل ويقضي فيه. خد موافقه نصف اعضاء مجلس الشعب، وده كله يتم عن طريق الاقتراع السري المباشر. يعني انا مش هاجي كده الاستاذ عبد الله جبناه بقى رئيس جمهوريه، جاي الاستاذ عبد الله عايز يمد ويستمر ويعدل في الدستور ويعمل الفكر اللي حضرتك كنت بتقوله لي من قيمه شويه. هيجي يقول لي لا والله ده انا هعلن حاله الطوارئ وهطبق قانون الطوارئ. لا، انا في ضوابط على سعادتك في الكلام ده. انا عايز موافقه تلت اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه، تلت اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، نصف اعضاء مجلس الشعب. الثلاثه دول مجتمعين، اذا اكتمل النصاب القانوني يبقى يحق لرئيس الجمهوريه تطبيق حاله الطوارئ وتطبيق قانون الطوارئ. لم يجتمع النصاب القانوني في هذا الشكل يبقى حاله الطوارئ لا تطبق. والقرار في هذه الحاله ليس قرار رئيس جمهوريه. بالظبط. اصبح مجرد هو مقترح. بالظبط، يبقى بالتالي اصبح مقترح، وفي الاخر القرار يعود الى الشعب اللي هو الاصل الدائم في الدستور او اصل اللي هو مصدر السلطات، وهو الذي يرى ويقدر. وانا عندي حالتين، اللي عندي القضاء اللي هو هيطبق هذا لازم يبقى له راي في الامر، وعندي القوات المسلحه والمجلس الاعلى للقضاء اللي هو هيتعامل مع الخارج في هذا الامر لازم يبقى له راي. يبقى انا عندي 3 جهات لابد ان يكون لها راي قاطع وملزم على رئيس الجمهوريه. يعني اصبح رئيس الجمهوريه غير منفرد باتخاذ قراره في اعلان حاله الطوارئ او قانون الطوارئ. تمام. ننتقل الى جزئيه اخرى استاذ وائل، وهي خاصه بلجنه الانتخابات او اللجنه العليا للانتخابات. ويمكن في الفتره السابقه ما قبل الثوره كان تم تشكيل لجنه عليا للانتخابات باعضاء معينين، ولكن طبعا اثبتت هذه اللجنه انها يعني فاشله، لانه بالفعل تمت في عهدها اكبر حركه لتزوير الانتخابات البرلمانيه. وتم حاليا برضه تشكيل لجنه للانتخابات، وتمت في عهدها الاستفتاء على التعديلات الدستوريه بنعم او لا. تصوركم ايه في هذا الامر؟ قبل التصور في اللجنه العليا للانتخابات احنا قلنا هنحل مجلس الشورى، بس قلناش ايه البديل لمجلس الشورى. احنا قلنا هنعمل فيه مجلس مقترح هيسمى المجلس الاستشاري الرئاسي. ده هيتكون من 75 عضو. 75 عضو انا هجيب فيه، دول هيبقى مجلس الاستشاري الرئاسي، هيتم تعيينهم ما بين رئيس الجمهوريه بالتعاون ما بين رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء. هجيب مثقفين، هجيب اعلاميين، هجيب محامين، هجيب اطباء، هجيب صيادله، هجيب اساتذه جامعه، هجيب جميع المجالات، علماء ذره، علماء فلك، علماء مصر، كل المتخصصين، علماء دين، كل حاجه، رجال دين اسلامي، رجال دين كل حاجه كل حاجه. 75 واحد دول هتبقى فيهم الصفوه الحقيقيه للمجتمع، يتم اختيارهم في مجلس يسمى المجلس. احنا حاطين ضوابط. الشورى كانوا بيسموه مجلس الحكماء وطبعا كان على غير يعني على غير مسمى لكثير من اعضائه طبعا يعني فاصبح انت مجلس، ده مجلس حقيقي. دوره بقى انه يحط التصور، يناقش اذا كان في طرح في ماده او 2 من الدستور. دوره انه يبدي الراي حوالين اسلوب دعم الوحده الوطنيه. دوره انه يبدي الراي حوالين دعم الوحده العربيه او الوحده الافريقيه. دوره حوالين يبدي الراي حوالين اكتساب الحفاظ على مقدرات مصر من مياه النيل. دوره ابداء الراي في الغاء او ابرام معاهدات او اتفاقيات مع دول اخرى.
دوره ابداء ويبقى يقدم 3 تقارير، واحد لرئيس الجمهوريه، واحد لرئيس مجلس الشعب، واحد لرئيس مجلس الشورى. يلتزم رئيس الجمهوريه في هذا المجلس في التصور اللي احنا حاطينه بالاجتماع بهذا المجلس مره واحده كل شهر، ورئيس مجلس الوزراء مره واحده كل شهر، عشان يبقى في حاله تواصل. بديك دايما وابدا الفكر الجديد بالنسبه، انا بختار الصف. هؤلاء هيعملوا بدون مقابل معايا، لان انا جايب خيره المجتمع المصري، انا مش بدون مقابل. مش هم مش هياخدوا فلوس نظير ابداعاتهم وافكارهم لخدمه الشعب المصري. الشعب المصري اداهم كتير، يبقى هم عليهم رد جميل في هذا المجلس من طرح افكار او اطروحات. هيجيبوا علماء مصر، من حق هذا المجلس استدعاء اي من يروه من علماء مصر في الخارج من الشخصيات النوابغ، يجيبوه يقولوا له ايه تصورك، تعالى يا استاذ عبد الله ايه تصورك في الطب، انا عايز اعدل، يقول لي 1 2 3 4، طب اعمل لي مشروع. ايه تصورك في الاعلام، 1 2 3 4، احط هذه التصورات وتقدم. يبقى انا عندي مجلس بيطلع لي مشاريع على طول دائما وابدا لرئيس الجمهوريه، ويقدم لي حلول برضه الله يفتح على حضرتك ويقدم لها. اللجنه العليا للانتخابات كان في الوضع القديم او في قانونها القديم كان بيرأسها وزير الداخليه، وللاسف عشان كده كان بيحصل تزوير وبيحصل الكلام اللي بيحصل. احنا بنقول التصور الجديد للجنه العليا للانتخابات، انا عايز اللي يرأسها قضاة محالين الى المعاش. يعني احنا كان في بعض انتقدنا، قال لك ان انت في اول هنا ان انت حاطط من ضمن الشروط ان انت رافض ترشيح القضاة لاعضاء مجلس الشعب، رافض ترشيح ضباط الجيش لمجلس الشعب، رافض ترشيح ضباط الشرطه لمجلس الشعب. قلنا ضباط الشرطه لان ضابط الشرطه سواء كان في الخدمه او طلع من الخدمه هو ربي على منهجيه معينه، وهي منهجيه قمعيه بحته لا ترتقي ابدا لتقديم شكل خدمي. والمجلس الاخير اللي الحل لو حضرتك جيت بصيت لي فيه هتلاقي ان 80% منه كان من ضباط الشرطه اعدادا لفكره التوريث وبالتالي ضابط الشرطه خليك في مكانك ضابط شرطه، اخدم المجتمع في وظيفتك، انا مش محتاج منك اكتر من كده. ضابط الجيش انا محتاجه في عمل عظيم وجليل وهو خدمه المجتمع وحراسه حدودي، وده عمل لا يمكن الاستهتار به والاستعانه به. لكن اذا احيل التقاعد او بالمعاش يعني ما فيش مشكله اذا كان بالتقاعد او المعاش باستقالته عشان يرشح نفسه بالظبط. هي دي لا يتقدم باستقالتك عشان ترشح نفسك وبعدين تبقى استقاله مؤقته وترجع تاني، ده مساله مرفوضه رفض مطلق. انت عايز تتقدم باستقالتك يبقى استقالتك لا رجوع فيها، عايز تطلع يكون طلعت من المعاش ما فيش مشكله، انا تحت امرك في هذا. القضاء بقى احنا بنقول انا محتاج القضاء اللي بيطلعوا احنا بنعد مشروع دلوقتي اللي هو لاعاده هيكله وزاره العدل. من ضمن احد اسبابه ان انا بنقول ان مفيش مد للقضاء في سن ال 65 وال70 زي ما كان بيحصل. السن الطبيعي للمعاش 60 عشان يطلع لي دائما وابدا شباب جديد بعطاء جديد متجدد. القضاة اللي بيطلعوا على المعاش دول بقى انا عايزهم في حراسة الحياة السياسية والنيابية. نحن نثق في نزاهة القضاء، يبقى هؤلاء هم الحراس الحقيقيين للعملية الديمقراطية في مصر. القضاة دول احنا بنقول هيطلع على المعاش احنا عايزين منهم 30 واحد، 30 هتبقى بتقسيمات مختلفة حتى في الاشراف على العمليات الانتخابية عشان ما اثرش على القضاء الجالس. انا في كل اللجان دي هاخد من القضاء المحالين على المعاش بعد سن ال60، هاخد من قضاة المحكمة الدستورية، من قضاة المحكمة الإدارية العليا، من القضاء الإداري، من المحكمة الإدارية، محاكم الاستئناف، من المحالين للمعاش في جهاز الرقابة الإدارية، كسب غير المشروع، جهاز المركزي للمحاسبات. هعمل توليفة دول 30 عضو يرأسهم أحد يكون الرئيس من المحكمة الدستورية العليا، من القضاة السابقين بالمحكمة الدستورية العليا. يتم وضع التشكيل بتاعه، يتولى الإشراف على الانتخابات سواء انتخابات رئيس الجمهورية، انتخابات مجلس الشعب، الاستفتاءات العامة، اتحادات الطلاب، الانتخابات النقابية، اتحادات العمالية، انتخاب شيخ الازهر، انتخاب المجلس الاعلى للجامعات وعمداء الكليات والجامعات. اي عملية ان شاء الله حتى مجلس الاباء، اي عملية انتخابية تدار في مصر يبقى اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عنها، سواء اللي اتحط في القانون او اي جهة. يعني جت انا مثلا نقابة الاعلاميين او زي ما كان بيطرح ان في نقابة الاعلاميين، جت مثلا افترضت ان الاعلاميين عايزين يعملوا انتخابات، يبقى يجي يقدموا طلب للجنه دي قبلها بشهرين يقولوا له والله احنا عايزين نعمل انتخابات وعايزين اشراف قضائي. بس دي لو بقت لجنه مركزيه يبقى هيبقى عليها اعباء كتير. لا احنا بنقول ليه 30 عضو، احنا بنقول ليه 30 عضو دي مركزيه ولا لا بكل يعني نظائر اخرى يعني لجان ما هو ليه احنا بنقول ليه 30 عضو؟ دول القوام الرئيسي. احنا 29 محافظه بعد حل عودة حلوان و6 اكتوبر 27 احنا 29 محافظة. 29 محافظة انا هطلع منهم رئيس ونائب، والباقي ال 29 دول هيبقى لكل محافظة له ممثل على ارتباط
هو الممثل ده هو يعني اللي طبعا هو كانه رئيس اللجنه هنا الفرعيه الله في يفتح على المحافظه حضرتك. بتاعته وعضو في اللجنه العامه، وبالتالي انا برضو بقضي على فكره وهو نفسه المركزيه، بيشكل برضه معاه لجنه، وهو هنا بيشكل هنا في اللجنه داخل كل محافظه يشكل اللجنه برضه بشرط ان يكونوا من القضاة السابقين او المحالين على المعاش ويعمل التشكيله بتاعتهم، هو اللي بيخوض الانتخاب، يحدد شكل الانتخابات، وهو اللي بيعلن النتائج، وهو اللي بيحدد، وهو بيشكل كل مساله انتخابيه هو المسؤول عنها. بيرفع يعني يخفف العبء عن كاهل القضاة العاملين حاليا. بالظبط، دي نقطه ان انا القاضي العامل انا مش عايزه بره منصته، انت عايزك في منصتك، انا عايز القضاة المحالين للمعاش، جهاز مركز المحاسبات، جهاز الرقابه الاداريه، انت بتستعين بمن تراه وانت تتحمل مسؤوليتك كقاضي عن هذا الاختيار. مساله واضحه ما فيش فيها انت المسؤول امام المجتمع وامام الشعب. وبعدين احنا قايلين كمان ان رئيس هذه اللجنه يعامل على كونه رئيس على درجه رئيس مجلس وزراء، بحيث انه يخرج من سلطان المساءله والمحاسبه لرئيس الجمهوريه او اي جهه تنفيذيه او وزير الداخليه. مش وصاية عليه بقى ولا محاباه ولا مجامله. الله يفتح عليك. بالظبط. واحد. اتنين، ان احنا بنقول ان الاموال والتمويل لهذه اللجنه بالكامل هتخرج من ايرادات الضرائب العامه، هو المفروض من الموازنه العامه للدوله، لكن احنا قايلين من الضرائب العامه كده وحطيناها بين قوسين تحديدا عشان يبقى القاضي اللي موجود يبقى عارف اللي هو عضو اللي بيشرف على اللجنه، وان الشعب نفسه يبقى عارف ان القاضي اللي قاعد بيشرف على العمليه الانتخابيه دي بياخد فلوسه وبياخد اتعابه وبياخد مرتبه من الضرائب اللي بدفعها انا وبتدفعها حضرتك، بياخد ضرائبه من الشعب، يبقى هو ملزم بحمايه اراده الشعب. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر عشان اقضي على فكره ميزانيه وزاره معينه ولا جهه معينه. بالظبط، ولا ليه علاقه بوزاره العدل ولا ليه علاقه باي جهه، هو جهه مستقله في ذاتها. يبقى انت بتاخد فلوسك وبتاخد ارادتك من الضرائب بتاعه الشعب، يبقى انت مسؤول عن حمايه اراده الشعب. كده انا بقضي على فكره التزوير، بديله حمايه هو خاصه ان انا جعلته على درجه نائب رئيس وزراء واعضائه على درجه وزير، بديله سلطان كامل ومستقل سواء عن الجهات التنفيذيه او عن الجهه القضائيه. تمام. استاذ وائل، مساله برضو الاحزاب، يعني في الفتره الاخيره دي ما اكثر الداعين والساعين لتاسيس احزاب وبكثره ويمكن بدون رؤى معينه او اهداف معينه، ويمكن في ظل الغاء النظام القديم لتاسيس الاحزاب والسهوله واليسر الموجوده اغرت الكثيرين. يعني كل واحد اصبح عنده طموح، انا اجمع كام صوت وابقى رئيس حزب، وممكن في يوم من الايام هوب تضرب معايا العمليه ابقى وزير او رئيس وزاره، او ممكن ما فيش ما يمنع ابقى رئيس جمهوريه يعني. يعني برضه عايزين يعني ايه تصور الموضوع للجنه شؤون الاحزاب، وازاي نقدم عمل هذه اللجنه في الفتره لجنه شؤون الاحزاب احنا كان التصور بتاعنا برضه هتتكون من قضاء محالين، عشان كده بنقول يا جماعه احنا مش عايزين الاعضاء القضاء يترشحوا المجلس، لان انا عايزهم في مهام اخرى جسيمه، وهي حمايه الحياه الديمقراطيه في مصر، حمايه الاستقرار السياسي في مصر. انا بقول ان اللجنه دي هتشكل من 19 واحد، يرأسها برضو احدهم يكون من المحكمه الدستوريه العليا، برضو نفس التكوين، المحكمه الدستوريه العليا، المجلس الاعلى المحكمه الاداريه العليا، محكمه النقض، محكمه القضاء الاداري، المحكمه الاداريه، محاكم الاستئناف، ويجي المجموعه دي بتاعت لجنه شؤون الاحزاب، برضه رئيسها هيبقى على درجه رئيس وزراء عشان اضمن له الاستقلاليه تماما. كان في الوضع القديم وفي القانون الخاص بتاعها القديم كان بيرأسها رئيس مجلس الشورى اللي هو كان صفوة الشريف، وبالتالي لو لاحظت حضرتك ان هو كان صاحب الامر والنهي بناء على التوجه السياسي في وامين حزب تاني، فما ينفعش طبعا هذا منافسه، ما فيش حتى يعني حق المنافسه الطبيعيه اصلا غير موجود. لكن انا بقول ان لجنه شؤون الاحزاب يجي حضرتك الاستاذ عبد الله الانصاري عمل حزب، يجي الاستاذ عبد الله يتقدم بمشروع حزبه بالشكل اللي يتوافق عليه القانون. اللجنه دي هي صاحبه القرار الوحيد في انها تسمح لك بانشاء حزبك ولا ما تسمحش، بما لا يتعارض مع الاصل في القانون ان ما فيش حزب يبقى على اصل ديني، على اصل طائفي، على اصل عرقي، على اي شكل من اشكال التمييز. دي اهم نقطه، هي اللي تحدد تقول والله لا ده يا استاذ عبد الله ده انت برنامجك هذا الاطروحات تتوافق مع برنامج حزب الوفد، يبقى ما ينفعش، انا عايز اطروحات يتوافق مع حزب كذا، ما ينفع. وفي حاله الخلاف بينهم، احنا بنقول ان في حاله الخلاف بينهم بين مقدم الانشاء للحزب وبين اللجنه العليا لشؤون الاحزاب اللي هي هيرأسها احد اعضاء المحكمه الدستوريه المحالين للمعاش على درجه رئيس وزراء، بيتقاضوا برضو اتعابهم ومرتباتهم وحقوقهم من الضرائب العامه برضو على نفس الشاكله. ان انت الفيصل بيني وبينك هو قضاء مجلس الدوله او القضاء الاداري، هو اللي يفصل اذا كان لجنه شؤون الاحزاب على حق او. واحنا بنقول ان التشكيله بتاعت هذه اللجنه لما تبقى قضاه المحكمه الدستوريه والمحكمه الاداريه العليا والقضاء الاداري والاداريه ومحكمه، هيبقى
يبقى عندي تشكيلة قانونية قوية جدا يبقى قرارها اعتقد انه هيبقى من الصعب على اي محكمة، لان انا جايب الخبرة والصفوة، يبقى صعب على اي محكمة انها هتقول رأي يخالف القرار، وبالتالي تصبح هي صاحبة الشأن الوحيد في تحديد شكل الاحزاب، ما تبقاش المسألة هباء واعتباطا او لها اي اعتبارات اخرى. طب هذه الدراسة او الاطروحة استاذ وائل، يعني من الذي قام على وضعها والمصادر اللي استقيتوها؟ واهم اكيد طبعا اطلعتم على تجارب دول تطبق مثل هذه النوعية او بعض البنود فيها يعني. بالظبط. احنا يعني اعوذ بالله، يعني هو كان التصور، كان تصوري انا الشخصي واشتغلت فيها بشكل شخصي، وبعد ما عملناها طبعا طرحناها على عدد كبير جدا من الساده الزملاء المحامين الذين لهم باع في هل على مستوى اسوان فقط ولكن على مستوى مناطق اخرى؟ احنا طرحنا جزء على مستوى اسوان، وفي جزء عدد من الساده الزملاء تربطنا بيهم علاقات خاصه في القاهره وفي السويس، وخدوا جزء من هذه المشاريع. البعض منهم قام بايصالها للدكتور عصام شرف، والبعض الاخر وصلها في السويس ادوها للشيخ حافظ سلامه على اساس ان هو يوصلها لمجلس اعلى القوات المسلحه، وتم هذه المراجعات من قبل الساده الزملاء. اختلفوا معايا في بعض الحاجات وشلنا حاجات وحطينا حاجات. الاساتذه دول ليهم باع في هذا العمل، الاستاذ مصطفى الحسن، الاستاذ حمد الحرزاوي، الاستاذ اسامه هلالي، الاستاذ محمد ضوي، الاستاذ الكبير الاستاذ عبد الناصر فهمي، والاستاذ طه سيد، والاستاذ وائل بكري، والاستاذ عصام. وكان على فكره كان حرصنا في هذه المجموعه انها توائم، يعني احنا عايزين مجموعه قانونيه، وده كان رؤيتي، لكن في نفس الوقت مجموعه قانونيه ليها باع في العمل العام، ليها نشاطات وانتماءات حزبيه مختلفه. تمام. يعني المجموعه دي كان فيها من الجماعه الاسلاميه، كان فيها من الاخوان المسلمين، كان فيها من الوفد، كان فيها من المستقلين، كان فيها من التيار اليساري، كان فيها عده تيارات مختلفه، علشان لما توصل لصياغه ما تبقاش انت منحاز فيها لتيار، لا انت عايز توصل لصياغه فيها تصور كامل. في نفس الوقت انا استعنت في اعداد هذه الدراسه بجزء كبير جدا من التجربه الديمقراطيه في الهند، من بعض المسائل الخاصه بمجلس الشيوخ في الولايات المتحده الامريكيه، ببعض الامور في يعني من ضمن الحاجات اللي احنا حاطينها من دور المراقبه ان من حق اعضاء مجلس الشعب مراقبه الجهات الامنيه، سواء بقى كانت المخابرات العامه او امن الدوله اللي القديم او ما يطلق عليه الامن الوطني الجديد، مراقبه اعمالهم في قضايا الارهاب، قضايا سرقه الاراضي، قضايا بيع ممتلكات الدولة الخاصة. القضايا دي بالذات يتم مراقبة من خلال أعضاء مجلس الشعب، يشكل أعضاء مجلس الشعب، احنا حاطين تصور كامل ليها، مجموعة من أعضاء المجلس بيروحوا الجهة دي بيراقبوا العمل، يشوفوا هل في تجاوز في استخدام القانون، هل في تجاوز في استخدام حقوق الإنسان، هل ويتم التصويت داخل المجلس، ويصدر القرار بعزل الضابط اللي قام بدوه، وممكن يصل الأمر بعزل رئيس جهاز المخابرات أو رئيس وزير الداخلية من خلال أعضاء مجلس الشعب. وده موجود على التحديد بنفس هذه الشاكله، وله نموذج مطبق في مجلس العموم البريطاني. فكان في دراسات في هذه الجهات اجتمعت دي كلها، وخرجنا بحاجه مصريه، حاجه تتوافق وتتوائم مع الطبيعه المصريه. يعني فيها تجربه هنديه، تجربه امريكيه، تجربه بريطانيه، اهم حاجه ما فيهاش تجربه دنماركيه. لا تمام. لا يعني عشان نخرج من هذا الفكر القديم، نشوف اي فكره مطبقه في بلد وناخدها لا احنا خدنا بعض الاطروحات لتتوائم مع فكرنا احنا المصري، وفي نفس الوقت بقول لحضرتك كان في مجموعه من التيارات المختلفه جت وقعدت واتناقشت، وكان هذه التيارات صاحبه تصور وصاحبه اضافه، عشان يبقى احنا بنقدم حاجه لمصر، مش بنقدم حاجه لجهه معينه او تيار معين. قطعا اعزائي المشاهدين، يعني هذه الاطروحات وهذه الافكار ما كان لها ان تتحرك من الاساس لولا ما نعيشه الان من عصر وتحول بعد 25 من يناير. وهذه الافكار بالمناقشه والمراجعه والمداوله يمكن في النهايه ان ترسم لنا مسارا صحيحا نستطيع به ان نغير او ان نتقدم اكثر، وأن نحاول أن نمحو ما أثار التخلف والرجعية وعدم مظاهر التنمية التي كنا قد
تخلفنا عنها كثيرا في السابق. أشكر في نهاية هذه الفقرة ونهاية هذه الحلقة ضيفي الأستاذ وائل رفعت المحامي على هذه الأطروحة وهذه الأفكار التي من شأنها أن تثري الحياة السياسية على أرض مصر. وبهذا أصل بكم أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة، آمل أن نكون قد قدمنا لحضراتكم من خلالها كل ما هو هام ومفيد. شكرا لكم. الظلم عاش في بلادنا يحلم بالخلود، غلطات كتير خلت غضبنا ملوش حدود. الظلم عاش في بلادنا يحلم بالخلود، غلطات كتير خلت غضبنا ملوش حدود. دم المراح وخلت كل الناس تقوم تهتف بصوت حالف لا ينفي الهموم. السلميات صوت الشوارع والبيوت، أطفال شيوخ وشباب بتجري على صوت. السلميات صوت الشوارع والبيوت، أطفال شيوخ وشباب بتجري